مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية. الترجي الرياضي التونسي يقاضي لعبه السابق في المحاكم التونسية وكذلك الفرنسية. باش نقراو أكيد مع بعضنا الأخبار كامل اللي أكدوا النطق الرسمي للترجي الرياضي التونسي وليد قرفالة في تصريح إذاعي اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 إنه الفريق الترجي باش يتقدم بقضية عدلية لدى المحاكم التونسية وقضية أخرى لدى المحاكم الفرنسية ضد اتهامات اللاعب أنيس عموس وتصريحاته في صحيفة ليكيب الفرنسية. وافاد قرفالة انه الترجي باش يمضي قدما نحو مقاضاة عموس في تونس وفي فرنسا وضد كل من سيكشف عنه البحث في تصريحات اللاعب باتهام إدارة الترجي بالابتزاز. كما أشار قرفالة انه الترجي باش يطالب حق الرد من صحيفة ليكيب الفرنسية بخصوص تصريحات اللاعب اللي نقلها الصحفي الفرنسي سيمون بول، وفي حال عدم الاستجابة لطلب حق الرد فإنه الترجي سيقاضي الصحيفة الفرنسية وفق تعبيره. شفنا ما بين البارح واليوم معناها صديق كبير وكبير برشا في مواقع التواصل الاجتماعي على اليسار في اللاعب هذا اللي خرج في من اقوى الصحف الفرنسيه وقال انه الترجي تبتز فيا وجبد رياض بن نور، وقال انه رياض بن نور يحب يقسم معايا الشهريه وكي انا ما حبيتش يعني للترجي التونسي نحاته من التشكيله وهزيته لبن قردان. حتى بن قردان ما منعتش منه اللاعب هذا اللي قالوا اللاعبين يلعبوا في الرهانات الرياضيه، يلعبوا في البلانيت وفما كار فيها الكونترا وبرشا حاجات. على كل الترجي التونسي الان ترد بقوه وتقول انه معناها مانيش باش نسيبوه اللاعب هذا، ماهوش اللي يجي باش يتهكم على الترجي التونسي، واحنا باش نوصلوا وين باش نوصلوا معناها معاه وباش نوصلوا بالامور القانونيه بالطبيعه. هذا حسب تصريح قرفاله وليد قرفاله. ما نعرفوش علاش في التوقيت هذا بالذات، علاش اللاعب هذا خرج في الوقت هذا بالذات وحكى على الترجي التونسي رغم انه عنده سنوات من اللي خرج من الترجي، وعلاش معناها حكى بالطريقه هذيك. على كل الترجي طلبت حق الرد باش ترد على اللاعب هذا، باش تكذب اللاعب هذا، خاصة بما انه الترجي كذبت الخبر، يعني الترجي تحب ترد عليه، ترد على التكذيب. وقاتلوا يعني باش نواجهك بالقضاء، سيكون هو الفيصل بالطبيعة، القضاء التونسي وكذلك القضاء الفرنسي. على كل خبر هذا كما قلنا الناس الكل باقية تحكي عليه، الناس الكل تتسائل يا اخي في الترجي فما الحاجة هذه، يا اخي فما شنو صار. الرد كان سريع بكل صراحه، في اقل من 24 ساعه الترجي ما بطاتش المره هذه وردت على اللاعب، قالوا له ماهوش صحيح اللي قلت الكل، هذا الكل اخبار مغلوطه. احنا يعني اللاعبين بالنسبه للترجي التونسي معناها ايكيب محترفه، اداره قويه، معناها اللاعبين الكل اللي يجي واللي يخرجوا، حتى معناها بعض المحللين قالوا انه نشوفوا حتى بين اللاعبين الاجانب يعني حتى الجزائريين وكل شيء ديما كانوا يخرجوا من الترجي، ديما يعطيوا تصريحات قويه وقويه على الاخر ويقولوا الترجي نحسوه فريق اوروبي ماهوش فريق افريقي. على كل اللاعب هذا معناها خرج تصريح، خاصه انه ماهوش في اذاعه تونسيه، اذاعه فرنسيه كما ليكيب. دائما السؤال المطروح علاش في التوقيت هذا بالذات. ننتظروا الايامات القليله القادمه شنو باش يحدث ما بين الترجي الرياضي التونسي واللاعب هذا. شكرا لكم الناس الكل.